أول ما الناس بتسمع عن دبي بيجي في بالهم برج خليفة ودبي مول بالم جميرة والعربيات الفخمة. لكن في جانب تاني من دبي ناس كتير ما تعرفش عنه. ففلوج النهاردة هنستكشف دبي القديمة. نبدأ اليوم التاني النهاردة. يعني امبارح كان يوم مرهق شوية في دبي مول، الدنيا كانت زحمة جدا. النهاردة هنستكشف بقى دبي القديمة. يعني احنا امبارح شفنا شوية أبراج بقى والحاجات الفانسي دي. النهاردة بقى نرجع بالزمن شوية نشوف دبي على أصلها، نروح السوق القديم، نروح سوق الذهب، بنركب عبارة كده. فالفيديو ده هاخدكم جولة في دبي القديمة. يعني اعتقد هيبقى نفس الفلوج لكل واحد، يا اما هقسم الفلوجات هنشوف يعني لما نعمل مونتاج وكده. بس المفاجأة هنا لقيت برضو مطعم ابن حميدو. فلا يعني المصريين هنا منتشرين برضو بشكل واسع. تعالوا بقى نجرب المترو هنا في دبي عامل ازاي. والله ما شاء الله محطة المترو هنا في دبي حلوة بصراحة، مساحات واسعة، نورة نظيفة. بصراحة المترو يعني مريح وكده، لكن زحمة جدا. فانت لو مالكش بقى في التلزيق والزحمة دي، فانصحك برضو تاخد التاكسي. حتى لو انتوا يعني كذا شخص، هي هتقف هي نفس السعر. بس انا كنت اتمنى ان تجربة المترو كانت تبقى احلى من كده. لا كنت عايز بقى اصور والكلام ده، لكن ننسى، لا الدنيا كانت زحمة جدا. بس دلوقتي وصلت منطقة اسمها السيف، ودي افتتحوها سنة 2017. فهي يعني بتشبه كده التراث القديم بتاع دبي. والله مكان سياحي جميل جدا. يعني تحس كده ان انت رجعت بالزمن لورا. في تندات طبعا عشان الشمس، ففي الشتاء هنا هيبقى حلو الواحد يجي يتمشى. لكن في الصيف بقى درجة حرارة 40-50 هيبقى صعب شوية. ممكن تشتروا هنا بقى عبايات، هدايا، تشتروا مثلا طرح، هتلاقوا كل حاجة موجودة. وفي بقى كافيهات برضه عالمية موجودة في كل مكان هنا. بس أعتقد هنا الأسعار هتبقى سياحية شوية، غير مثلا لما الواحد يروح منطقة زي دييرة. أصلا التمشية في منطقة السيف يعني هي منطقة حديثة مش تاريخية قوي. يعني هم سبحان الله هنا في الإمارات يعني ما عندهمش تاريخ كبير قوي زي مصر مثلا والحضارة المصرية، لكن بيخلقوا حاجات كتيرة جدا عشان يجذبوا السياحة. وهنا بقى مختلفة شوية، يعني تحس كده الدنيا بقت شعبي. فأهلا بيكم في الموسكي بتاع دبي، فرع دبي. بس ما زالت برضه المناطق القديمة دي فيها يعني نظام ورصيف وفي خطوط وحواري فبرضه يعني الدنيا متنظمة هنا. فريدة من نوعها، يعني تذكرة بدرهم واحد بس، تاخدك من هنا توديك اولد سوق. دي من احلى التجارب الواحد ممكن يعملها هنا في دبي، يركب العبارة من الجراند سوق لحد اولد سوق هنا في ديرة. خلصنا رحلة العبارة، دلوقتي هنكمل الجولة في سوق رمضان. عاملينه هنا لحد اعتقد نص فبراير او قبل رمضان بشوية. وهو موجود هنا في الاولد بلدية ستريت او شارع بلدية القديم. اللي ده بقى هنا سوق الذهب. يعني هنعمل جاي بقى اخر الشارع الصراحة. كمية سياحة هنا غير عادية. بس بعدين هنا رسمي شويه، اللي هو اكسكيوز مي انا ما حسيتش اني شفت واحد اماراتي على طول. يا جدعان كل الاماراتيين من ذهب واشكال، ايه ده يا جماعه؟ بس اللي عايز يجيب شبكه يا جماعه يجي دبي هنا هيبسط قوي. والعروسه كمان هتتبسط جدا برضه. تشكيله حلوه هنا والكواليتي هتلاقي احسن من مصر اكيد. الناس دي جايه هنا كلها تشتري الذهب، وهم جايين بس كده يتفرجوا زي حالتي. ايه ده يا جماعه ده؟ التشكيله هنا بقى مش هتلاقي في اي حته تانية. ما تقوليش بقى ام سعيد والذهب بتاعها، لا يعني ده ليفل تاني خالص. ام سعيد محتاجه تعمل ليفل اب الصراحه. بصوا يا جماعه التشكيله عامله ازاي. يعني مش فاهم هو يعني ايه الحلو ان الواحد يلبس كميات الذهب دي؟ هل دي حاجه فعلا بتسعد الانسان؟ مش عارف. يعني شوفوا برضو المحل اللي هنا ده
يعني عندنا أطقمة معمولة من الذهب حرفيا والله. من الراس للرجل. واللي حابب يعرف السعر، سعر ب 21 دينار، سألنا 533 درهم ونص، أهم حاجة النص ده. واو بص يا جماعة، ده هنا بقى واحد من اشهر محلات العطور اللي موجوده في دبي. تعالوا نخش كده يمكن نشتري حاجه عارفينها، نشوف هل هتبقى قريبه من التقليد. هو بيعمل تركيبات زي الاوريجينال، تروح عنده تقول انا عايز البرفان النوع ده، يعمل لك تركيبه تشبه البرفان اللي انت عايزه في بالك. لكن في الحقيقه يعني جربت كذا برفان ومش زي الاوريجينال خالص، فمش عارف هل ده بقى ضجه او ترند ولا هو في برفانات معينه تانية بتبقى فعلا شبيهه للاوريجينال. نخش تاني على سوق الذهب ونتامل. بس والله يعني برغم ان يعني طبعا دي دبي القديمه، بس الشوارع منظمه، في رصاف الواحد يمشي، الدنيا حلوه. رايكم يا جماعه ان 99% من الناس اللي ماشيه هنا ما بيفكروش حتى يشتري ذهب، يعني يقولوا ممكن 10% بيفكروا، لكن 1% اللي بيشتري فعلا. نختم اليوم النهارده يا شباب في مدينة سوق جميرة. المكان هنا جميل جدا ورايق. قعدت في كوستا كوفي شربت شاي، وبعد ما خلصنا الجولة في سوق الذهب وديرة رحت بعد كده كنا في حدوتة مصرية، مطعم مصري بوفيه. صراحة اتلكمت جدا، ساعتها انا مش قادر اعمل فلوج ولا اتكلم ولا اي حاجة، يا دوبك شربت كوباية الشاي وهروح بقى على الفندق